كان يا مكان، كان في البستان الحسن طفل صغير لطيف اسمه زيدان. كان يعيش في بيت صغير يحيط به عالم من الزروع الجميلة والألوان الزاهية. كل صباح كان زيدان يخرج من بابه الصغير ليستكشف جمال الطبيعة التي تحيط به، وكان قلبه يمتلئ بالفرح وهو يرى الأشجار العالية تلامس السماء. في قلب البستان كانت هناك منطقة تشبه الغابات الصغيرة الكثيفة. مشى زيدان بحماس بين السنابل الذهبية، وبينما كان يلمس أوراق الشجر الناعمة ظهرت صديقته العصفورة شادي. كانت شادي تطير بخفة حول رأسه، وتغرد بألحان عذبة تحكي له عن روعة الزروع الجميلة التي تنمو في كل زاوية من هذا البستان الساحر. لاحظ زيدان أن بعض الأزهار الصغيرة بدأت تذبل قليلا تحت أشعة الشمس. تعاون هو وصديقته شادي، فكانت شادي تحلق فوق النباتات العطشة لتدله عليها، بينما أحضر زيدان مرشه الصغير وبدأ يسقي الزروع بعناية وحب. كانت قطرات الماء تلمع فوق البتلاءات مثل الألماس، مما جعل البستان الحسن يبدو أكثر إشراقا وجمالا. ومع حلول المساء جلس زيدان ليرتاح تحت شجرة بلوط ضخمة بعد يوم طويل من العناية بالبستان. نظر إلى السماء المرصعة بالنجوم وقال بهمس: نامي بهدوء أيتها الزروع الجميلة، غدا يوم جديد. ثم أغمض عينيه وهو يحلم بمغامرات خضراء جديدة. تصبحون على خير يا أصدقائي، واعمل متابعة واشترك في القناة.